بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد نائب الرئيس ورئيس الجلسة الفاضل السي زهير النصري، السيد وزير المالية، السيد وزير التكوين المالي، السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، الوفد المرافق لكم من إطارات الوزارات والدولة، زميلاتي زملاء النواب، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الوزير الفاضل، نقف اليوم أمامكم في أول سؤال شفوي معكم. أقف اليوم لأرفع صوت فئة عزيزة على قلوبنا جميعا، فئة أفنت أعمارها في خدمة الوطن وأسهمت طيلة سنوات في بناء مؤسساته واقتصاده من خلال جهود جبارة وتضحية جسام. أتحدث هنا عن المتقاعدين، وما أدرك ما المتقاعدين. أولئك الرجال والنساء الذين أدوا واجبهم المهني والوطني بإخلاص وتركوا مقاعدهم للأجيال الجديدة على أن يتمتعوا بكبر كريم وعيش لائق ومحترم. لكن للأسف الشديد بعد كل ما قدموه نجد أن ما يمنح لهم على شكل معاش تقاعدي الذي هو في الأصل منحة اجتماعية وليس أجرا أو مرتبا لا يزال يثقل بعبء ضريبة الدخل الإجمالي أي ليرجي. وهنا أطرح السؤال الآتي: كيف يعقل أن تقتطع الضريبة من معاش وهو في الأصل ناتج عن اقتطاعات دامت لسنوات طويلة من رواتبهم؟ أليس هذا ظلما مضاعفا؟ لقد دفعوا الضريبة وهم في الوظيفة، فبأي منطق تلزمهم الدولة بدفعها مرة أخرى عند التقاعد وهم في أمس الحاجة لكل دينار؟ سيد الوزير، إننا لا نتحدث هنا عن رفاه أو ترف، بل عن حقوق اجتماعية وعدالة جبائية. المعاش التقاعدي هو مورد أساسي لحياة كريمة وليست موردا تجاريا أو استثماريا حتى يخضع لنفس قواعد الضريبة على الدخل. في هذه الحالة يتنافى مع روح الإنصاف الاجتماعي التي نص عليها الدستور ويضرب مبدأ التضامن الوطني في الصميم. سيد الوزير، إننا اليوم أمام فرصة لتصحيح هذا المسار واستعادة ثقة المتقاعدين المتقاعد في دولته وثقة المواطن في عدالة نظامه الجبائي. وعليه أطرح لكم السؤال الآتي: متى يتم إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي يرجي على منحة المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة ويعكس اعتراف الدولة بجميل ما قدموه؟ ختاما، إنما خدم هذا الوطن ل30 أو 40 سنة، ألا يستحق أن يكرم؟ لا يستحق أن يكرم، لا أن يعاقب. المتقاعد للريتريتي يستحق أن يكرمون ولا أن يعاقبون، أن يخضع، أن يحضن هؤلاء المتقاعدين، لا أن يرهقوا، أن يعفوا من الضريبة لا أن يثقل بها. دعونا نرفع هذا الحنيف ونمنح لهم الفئة. قلت سيدي الوزير، دعونا نرفع هذا الحيف ونمنح لهذه الفئة من شعبنا ما تستحقه من تكريم وامتنان، لا ضرائب وخصومات. أنت تعرف باللي كلنا سنحالون عن التقاعد، وتشوف هذو الآباء تاعنا ولا الأمهات اللي فنوا حياتهم كامل في خدمة هذا الوطن، يعني كلهم الآن مصابين بأمراض مزمنة أتعبتهم الحياة. فلذلك لا بد أن نرفع من رواتب هؤلاء المتقاعدين ونلغي هذه الضريبة التي أثقلتهم، والآن هم محتاجين إلى كل هذه المصاريف، لأن يعني ظروف الحياة أصبحت صعبة جدا. الآن الموظفين وما مش قادرين مساكن يسيروا حياتهم اليومية، فما بالك هذول المتقاعدين اللي راه يخلص أقل من مليون. كاين اللي راه متقاعد راه يدي مليون ولا 2 ملايين، ما تكفيش حتى باش يسد رمق يومه. أتمنى أن أجد إجابة صريحة وتكون أنت أول من يبادر برفع هذه الضريبة حتى نفرح آبائنا وأمهاتنا من المتقاعدين في كامل ربوع الوطن. حفظ الله الجزائر جميعا إن شاء الله. شكرا السيد النائب المحترم، والكلمة إلى السيد وزير المالية ليجيب عن السؤال، فليتفضل. شكرا سي كمال. خممت على روتريتيس، ماك خممت علينا كاع، بارك الله فيك. انا بصح يظهر لي المعلومات اللي عندك شويه ناقصه، ولا
هو زيد لازم تعرف باللي اليوم المتقاعدين باللي اولا كل دخل اقل من 30,000 دينار ما يخضعش للضريبه. وبخصوص المتقاعدين في حتى قال تسلسل ولا ماذا، اقل من 30,000 دينار هذه للجميع. وبخصوص المتقاعدين فيه ضريبة ما نقولش ذات نسبة قليلة حتى 42,500 دينار للمنحة هذا التقاعد. إذا يعني مبدئيا كاين اهتمام يعني من قبل الدولة لهذه الفئة اللي حقيقة كنا راح نخلصوا كمتقاعدين. بس من ناحية المبدأ غير ممكن وغير من المعقول أن أي دخل أي كان منحة تقاعد أو حاجة أخرى لا تخضع للضريبة، لأن هذه داخلة في مساواة بين المواطنين. ما نتكلمش باللي عن الموارد تاع الدولة للميزانية وكذا. إذا يعني الطلب تاعك ولا الاهتمام تاعك ولا راهو متكفل به يعني اليوم اللي فيه امتياز للمتقاعدين اللي عندهم حتى 42,500 دينار بخصوص الضريبة، وقبل وتحت 30,000 دينار ماهيش الدخل تحت 40,000 مهما كان، سواء كان منحة تقاعد أو راتب. إذن هذا شيء متكفلين به يعني. ونشكرك، بارك الله فيك. شكرا السيد الوزير على هذه الإجابة، والكلمة مباشرة إلى السيد كامل قريشي للتعقيب، فليتفضل. شكرا سيدي الوزير على كل هذه التوضيحات وهذا الرد الذي قدمته إلينا، ولكن نحن كلنا آمال فيكم في حكومتنا الموقرة وفي السيد رئيس الجمهورية كما عهدناه أنه في كل يعني تقريبا مناسبة إلا وأفرح فئة كثيرة من المجتمع الجزائري، وما زلنا ننتظر منكم وأملنا كبير وكبير جدا، لأن قلت آبائنا ولا أمهاتنا المتقاعدين أصبح راتب أو الأجرة التي يتقاضاها من تقاعده بعد ما قضى حياته كلها في خدمة البلاد. فالآن قلت مع كثرة يعني كل الكبار السن الآن تلقاهم مصابين بأمراض مزمنة يعني أثقلت كاهلهم، وخاصة احنا ما نشاهده الآن حتى في القطاع الصحي، حتى المستشفيات ما تقدرش تتكفل، وكل الأشياء مثلا تروح دير ليرام ولا سكانر ولا أي حاجة أي وصفة ولا حاجة إلا وإذا توجه الى القطاع الخاص. والقطاع الخاص راك تعرف اذا ما كانش عندك يعني مبلغ زاهد دراهم كبار ما تقدرش تروح، وكاين الناس مساكن اللي ما فرحوش حتى بالتقاعد تاعهم في نهايه يعني تقريبا قريب يخرجوا التقاعد اصيبوا بامراض يعني مزمنه، وعافاكم الله. كاين اللي بالسرطان، كاين اللي حتى ضعف البصر ولا ما عندوش البصر من يعني المهنه الشاقه اللي كان يخدمها، وفي الاخير ما يلقاش هذا الراتب قلت اللي نفرحوا به. احنا نامل منكم ومن يعني جميعا ومن السيد رئيس الجمهورية تكون التفاتة للمتقاعدين، لأنهم هم ضحوا كما ضحوا شهدائنا من قبل من أجل تحرير الجزائر، وشهداء العشرية السوداء أثناء الفترة الصعبة سنوات الجمرة من الإرهاب. هذو كاين ناس حتى نعطيك مثال، كاين بعض الحرس البلدي اللي كانوا خدم 10 سنين كي خرج ولا في العشرية السوداء وكان أصيب بأعطاب، كاين لهم بليسين إلى غير ذلك، مساكن والله ما عندهم ما يقدوش يعني كما نقولوا
إذا كان راك معايا في الطرح حبيت نقول لك باللي هذه الفئات التي أحيلت على التقاعد لظروف ما في سنوات كانت الراتب تاعهم قليل، والآن أنا نقول لك باللي فوق 50,000 دينار جزائري، يعني 5 ملايين ولا 8 ملايين ماش تكفي العائلة الجزائرية، فما بالك قلت لك هؤلاء الشيوخ وهذول الكبار على الأقل تكون لهم حسن الخاتمة، على الأقل يقدر يلم مصاريف باش يروح يؤدي عمرة ولا يؤدي مناسك الحج، على الأقل باش يروح يعالج إلى غير ذلك. نتمنى منكم تكون استجابة إن شاء الله لتلبية صرخة ونداء المتقاعدين الذين هم يستغيثون ويطلبون منا النجدة، وإن شاء الله ستكون هناك استجابة مفرحة ونفرح أبنائنا وأمهاتنا. وشكرا لكم سيد الوزير على تفهمكم ورحبة صدركم، شكرا لكم جميعا. شكرا سيد النائب، والكلمة إلى السيد وزير المالية للتعقيب، فليتفضل. التعقيب الوحيد هو في الحياة يعني كاين تطورات، يعني لما نرجع قبل 10 سنين و15 سنة نلقى باللي كانت الإعفاء من دفع ضريبة يعني الدخل 20,000 دينار، يعني الدولة راهي تواكب التطورات اللي يعرفها الحياة والاقتصاد، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لازم كنا نعرف باللي الدولة في ذاتها فيه تدعيم كبير يعني اللي موجود، يعني لتدعيم القدرة الشرائية، بتدعيم الأسعار، وبتدعيم عدة حاجات في الحياة اليومية. وطبعا احنا نقاسم ونفهم الكلام النائب باللي المتقاعدين ولا أصحاب الدخل الضعيف ومسنين نفهم الوضعية، ولكن نقول باللي الدولة تبذل جهود في مجال آخر غير منحة التقاعد ولا الرواتب بصفة عامة. هذا واش نقدر نضيف.